السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هعمل فراخ تندوري مع رز بسمتي. لتتبيلة الفراخ. أنا عندي صدر فرخة منزوعة الجلد ومقطعاها قطع مكعبات على حسب الرغبة. لو أنا مش عاوزاها مكعبات وعندي فرخة كاملة عايزة أعملها، بنزع الجلد وبقطع الفرخة على 8، يعني صدور وراك صدور بس، المهم تكون منزوعة الجلد. عندي البهارات اللي أنا هستعملها. البهارات عندي بيتحط طبعا علشان الفراخ تبقى لينة وكويسة لحمها طري. هنحط معلقتين من الزبادي، والبهارات ملح وفلفل وجنزبيل وكمون وكزبرة وكركم وحبهان وقرنفل، وزيت وليمون. وطبعا عندي الليمون، لو ما فيش ليمون في البيت ممكن نحط خل. وانا هحط فيها بنجر لان الفراخ التندوري بتتميز انها بيكون لونها احمر. في ناس بيحطهم لون احمر، الوان صناعية بقى ولا الوان طبيعية. المهم انا علشان اكل يكون صحي فانا هحط اللون الاحمر، هحط بنجر. هحط المكونات. حطيت المكونات كلها على بعض، وعندي معلقة من الثوم، وعندي الليمون، بحط عصرة ليمون او معلقة من الخل وتبلها في التتبيلة مع بعضها. بمزج المكونات كده مع بعض واللون ما شاء الله احمر اهوت. اسيبها في التتبيلة ديت ساعة، وبعد كده هنشوف الطهي ازاي. لو عايزة اخلي اللون احمر كمان بزيادة ممكن احط نص معلقة من البابريكا. لتسوية الفراخ التندوري عندي صينية أو طاسة، حاطة مادة دهنية زيت على سمن، والصينية تكون سخنة، وانزل عليها بالفراخ بالشكل ده. اقلب الفراخ بالشكل ده عشان تتشوح. بالشكل ده اتشوحت وقلبتها على الجنب التاني، بنزل بقية التتبيلة عليه. اقلبها وامزجهم مع بعض. بعد كده بوطي النار شعلة كأني بعمل رز، واغطي عليها علشان تستوي في السائل بتاع اللحمة والتتبيلة، فراخ التتبيلة. لعمل الرز عندي حلة فيها مادة دهنية زيت على سمن، وانزل بالبصل المفري. البصل اتشوح، انزل بفص الثوم. شوحت البصلة مع الثوم، هنزل بالبهارات اللي هي عندي، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وجنزبيل وكركم او زعفران اللي موجود في البيت، وقرفة ولومي وقرنفل ولوري وحبهان. كلهم ياخد تشويحتين. انزل بالرز البسمتي المغسول والمصفى، ياخد تشويحتين عشان يتغلف بالمادة الدهنية عشان يبقى مفلفل وجميل. الرز خد تشويحتين، انزل عليه بالمية او الشوربة. لكل كوباية رز كوبايتين، لا اما مية او شوربة. انا عندي شوربة، ويفضل طبعا انها تكون مغلية علشان تساعد على سرعة التسوية ما تبردش الحل. الرز غلي في ثواني لان الشوربة مغلية، بغطي عليه واوطي النار يستوي براحته. في نفس الوقت عندي الفراخ اتشوحت واستوت وبقت جميلة جدا. لو عايزة احمرها بحطها تحت الشواية دقيقتين 3 تاخد لون، لكن هي متحمرة هي جميلة جدا. انزل بقرنين فلفل كده على الوش يديني طعم كويس للرز. الفراخ
استوت والعصارة بتاعتها نشفت اهي. هطفى عليها ونشوف هنقدمها ازاي مع الرز. الرز استوى ما شاء الله، جميل جدا ومفلفل. هنغرفه للتقديم. عندنا الفراخ التندوري الجميلة الحمراء المستوية، انزل بيها على الرز بالشكل ده. وده الطبق الفراخ اللي هي التندوري مع الرز بسمتي، جميل جدا، والطعم والريحة جميلة جدا قلب البيت، لأنها طبعا بيتميز بالتوابل العطرية اللي ريحتها جميلة جدا والطعم أجمل. وكده أكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.